رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا ايها الناس، من المعتقدات الخاطئه ايضا في ليله 27 من شهر رمضان ان بعض الناس هداهم الله بناء على ما يعتقده ان ليله القدر في ليله 27 من رمضان كما مر معنا في الخطبه الاولى. بناء على هذا المعتقد تجد بعض الناس هداهم الله ينطلق في ليلة 27 إلى مكة بقصد العمرة، يذهب إلى مكة لكي يأتي بعمرة حتى يكون ممن عمل عملا صالحا وجليلا بزعمه في ليلة 27 من شهر رمضان، فيحصل في الحرم من المشقة والتعب والحرج والضيق والزحام على المصلين والمعتمرين ورجال الأمن والله به عليم. بل إنما يحصل في ليلة 27 في الحرم من المشقة والتعب والعنت والضيق والزحام قد يفوق ويزيد على ما يقع ويحصل من زحام وتعب وضيق في أيام الحج. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هكذا جاء الحديث في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن عمرة في ليلة 27 من شهر رمضان تعدل حجة، وإنما قال إن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. فلماذا تضيق على نفسك أيها المسلم؟ لماذا تضيق على نفسك وعلى إخوانك من المسلمين؟ لماذا تدخل الحرج والضيق والعنت والزحام على نفسك وعلى إخوانك من المسلمين؟ فيا عباد الله، إن اعتقاد فضيلة العمرة في ليلة 27 دون سائر الليالي الأخرى من ليالي رمضان وأيامه اعتقاد خاطئ وبدعة منكرة وفعل محدث، فضلا عما يترتب على هذا العمل من الضيق والحرج والزحام والتضييق على عباد الله. فنسأل الله السلامة والعافية. ومن المعتقدات الخاطئة أيضا في ليلة 27 من شهر رمضان ما أحدثه بعض الناس هداهم الله من بدعة منكرة وأمر محدث، وهو ما يسمى ببدعة تغيير السحور. فبعض الناس هداهم الله يصنعون طعاما في ليلة 27 من شهر رمضان على السحور، بشرط أن يكون هذا الطعام أو هذه الأكلة لم يسبق لهم أن صنعوها أو أكلوها في شهر رمضان على السحور. ويظن أولئك المساكين من أهل الجهل والغفلة أنهم بتغييرهم للسحور فستتغير أحوالهم. هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. فيا سبحان الله، هل وصل بالناس الابتداع والإحداث إلى هذا المستوى؟ هل من العقل والدين والحكمة أن يظن إنسان أنه بمجرد ما يغير في سحوره، بمجرد ما يغير في طعامه وشرابه فسوف تتغير أحوال وتنصلح أحوال؟ فإذا كان على سبيل المثال من أهل الفقر والحاجة والفاقة، فسيكون بعد تغييره للسحور، بعد تغييره
طعامه وشرابه سيكون من أهل الغنى واليسار، وإذا كان من أهل الغفلة فسيكون من أهل الاستقامة، وإذا كان أعزبا على سبيل المثال فسيتزوج بعد تقييده بطعامه وشرابه، وإذا كان عاطلا عن العمل فسيجد وظيفة وعملا. فهذا والله يا عباد الله من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب ومن سفاسف الأمور ومن اتباع خطوات الشيطان. والله حذرنا في كتابه في أكثر من آية في كتابه العزيز من اتباع خطوات الشيطان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلا زال الشيطان بهؤلاء، لا زال الشيطان بأهل الجهل والغفلة والكسل والتفريط حتى زين لهم سوء أعمالهم، فرأوها أعمالا طيبة وأعمالا جليلة وأعمالا مباركة وتجلب لهم الخير والبركة والرزق والسعادة بزعمهم، كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز، كما قال الله عز وجل في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله سوء عمله فرآه حسنا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا عباد الله، يا أيها الناس، من أراد أن تتغير وتنصلح أحواله في أمور دينه ودنياه، من أراد أن يحيا حياة طيبة هنيئة مباركة، من أراد أن يوسع الله له في رزقه ويبارك له في عمره وعمله وماله وأهله وولده، فليأتي البيوت من أبوابها وليسلك المسلك الشرعي الصحيح الذي يصل به إلى الطريق القويم ويهتدي به إلى الصراط المستقيم. من أراد الخير والفلاح والأنس والانشراح في أمور دينه ودنياه فليقبل على الله بتوبة نصوح، وليلتزم ما أمره الله به من الفرائض والمأمورات، وليجتنب ما نهاه الله عنه من المحرمات والمنهيات، وليكثر من نوافل العبادات والأعمال الصالحة بقلب مخلص لله ومتبع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر حينئذ بخير الدنيا والآخرة، ليبشر حينئذ بالتوفيق والصلاح والطمأنينة والسعادة والأنس والانشراح في أمور دينه ودنياه. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الحياة الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح يا عباد الله، العمل الصالح المتقبل عند الله تبارك وتعالى هو ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا شهر رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا
لا شاهدا علينا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واكتبنا فيه من المقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق امامنا ولي امرنا سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه. اللهم وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا جنود الحق وعساكر التوحيد. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ردهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم كن لعبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بلاد العراق واليمن وفي بلاد بورما وفي كل مكان. اللهم كن لهم وليا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا